تهذيب المنازل وتهجير المخيمات إلى سوريا، حيث غياب الأنروا عن مطالب شعبنا وإعادة الإعمار، وصولا إلى لبنان حيث نسبة الفقر تتخطى 85%، وهذه إحصائيات عملتها الأنروا إنه المخيمات والجماعات الفلسطينية بلبنان نسبة الفقر 85%. بالسابق دولسي كلاوس طلبت انه تعمل تحقق الرقمي لشعبنا، وقالت انه التحقق الرقمي بدنا نعمله لحتى نحصي عدد اللاجئين ولحتى نقدر نجيب اغاثه، وغوض كاذبه دائما. عملت التحقق الرقمي والاغاثه صارت صفر، بل وله ملف الشؤون. امبارح صدر او كان في خبر اعلامي انه التغى ملف الشؤون من مطالب الاغاثه لالغاء ملف شؤون. دائما الانروا عم توعد شعبنا بشيء ما عم بتحقق. اليوم ما جايين نحكي بمطالب شعبنا، المطالب صارت معروفه للجميع، ما بدنا نضل نكررها. اليوم جايين نوجه رساله لاهلنا وشعبنا بالمخيمات، نتمنى انه نصعد التحركات والمطالب لتحقيق حقوق شعبنا. اليوم لغوا الشؤون كانت العائله اللي عندها 6 افراد او 7 افراد او 8 افراد تاخذ مبلغ مالي ما يقارب $400 و $300. هذا المبلغ كانت تستعمله العائله لدفع اجار المنزل، لتغطيه فاتوره الكهرباء، لتعليم ابنه عند المعلم الخصوصيه، بدل اجار نقل للمدرسه، تحسين حياته. كان يعني لو انه المبلغ قليل بس كان يساعد. اليوم صار له 6 شهور الانروا ما دفعت هذا المبلغ، لا هنا نروح بشؤون ويقال انه انتهى. وين المعنيين؟ وين الجهات الفلسطينيه اللي تعتبر حالها مسؤوله عن شعبنا الفلسطيني؟ وين توقف مع الشعب بدل ما تقوم هاي الجهات الرسميه بعد كل احتجاج او كل مظاهره لشعبنا تستقبل دولسي وبتعلن وياها وكانه شيئا لم يكن. اليوم بنطالب من اهلنا اللي قاعدين بالبيوت نكسر تحركاتنا، نشتغل اكثر لحتى نوصل لحقوقنا وكلنا ننفض. ورساله للي موجودين هون وصبايا ونساء الحرام، انتوا عم بتجاهدوا وانتوا بعين الجهاد، انتوا عم تدفعوا اموال منكم وعم تطلقوا بيوتكم بالشتاء وعم تطلعوا تتظاهروا وعم تتنقلوا من صيدا لبيروت، من طرابلس لبيروت لحتى تطالبوا حقوق شعبكم، لحتى تأمنوا حياة كريمة لشعبكم. انا بتمنى منكم، احنا حاملين امان اليوم، في كثير ناس مرضى سرطان ببيوتهم ناطريننا